تخيلوا معايا كده انتوا واقفين في غابه ديناصورات من 200 مليون سنه، الهواء تقيل مش عشان فيه تلوث، لا بس علشان كميه ثاني اكسيد الكربون فيه كانت حاجه كده ما بتحصلش غير كل كام 100 مليون سنه. ليه؟ في الفتره الجوراسيه الغلاف الجوي كان عايش في حفله من ثاني اكسيد الكربون، المستويات كانت اعلى من اللي عندنا دلوقتي باضعاف، بنتكلم في حدود ال1000 ل 2000 جزء في المليون، يعني لو حد مننا اتنقل ساعتها فجاه احتمال يدوخ قبل ما يشوف اول ديناصور. بس لحظه، ده مش معناه ان الارض كانت بتتخنق، لا النباتات كانت مزدهره. ليه؟ علشان ثاني اكسيد الكربون بالنسبه ليها زي الاكسجين بالنسبه لينا، كل ما زاد النمو، وده ساعد الغابات الاستوائيه تنفجر حوالين الكوكب. طب والاكسجين؟ هنا الامور مش واضحه قوي، في دراسات بتقول ان مستويات الاكسجين كانت مستقره حوالين ال 15%، اقل من النسبه اللي عندنا النهارده اللي هي تقريبا 21%، يعني تتنفسوا نص نفس تقريبا. بس الكائنات اللي كانت عايشه وقتها متعوده على كده. بس في راي تاني وده مثير للاهتمام شويه، بيقول ان الاكسجين زاد في الجزء الثاني من الفتره الجوراسيه. ليه؟ بسبب زياده النباتات اللي كانت بتمتص ثاني اكسيد الكربون وتطلع اكسجين، خاصه في الغابات الكثيفه اللي كانت بتغطي قارات زي اوراسيا وجوندوانا.